هؤلاء بعض من يوصفون بالمرتزقة، وجدناهم محتجزين لدى الثوار الليبيين بالقرب من مدينة البيضاء. بعضهم يقولون إنهم ليبيون، فيما ينتمي البعض الآخر إلى جنسيات إفريقية مختلفة. إيش اللي جابك هنا؟ والله لا عارف، فجأنا قالوا لنا فيه احتفال وفيه كذا، عرفت جينا لقينا والله الوجه جاب صاير، ما عندناش العلم يعني بين حاجة يعني. عرفت جينا والله. مين اللي قال لكم إنه في احتفال؟ والله احنا طبعا تبع كتيبة أمنية، فكنا نضربه في معسكر باطني، عرفت معسكر باطني طبعا كنا نضربه فيه، جابونا قالوا لنا فيه مظاهرة سلمية. ايه قالنا في احتفالات وعلى اساس بنجي مظاهرة سلمية، جينا رحنا في ضرب نار وبسلاح. منين اصلك؟ تشادي. ايش اللي جابك هنا؟ جابلنا الظروف. ايش هي الظروف هذه؟ هذه جينا نخدم نرزق ونرده. عدد من هؤلاء يزعمون أنهم لم يكونوا يعلمون أنهم سيصبحون طرفا في معركة ضد متظاهرين ليبيين عزل. كنت في الحبس، بعد حلوا الحبس هربت، الحكومة حلت الحبس. في المغرب وعندي غراب كنسي فيه وماشي طرابلس، لقيت الطائرة ماشية بلاش، أنا ماشي طرابلس، لقيت الناس كلها راكبة، أنا كل ركب معاها، أنا نادم شعبي مدني هذه اللي قاعد، وجابوا نزلونا المطار عشان خلاص جابونا المعسكر، رقدنا مباكرتها في الليل، صار الضرب كب. هؤلاء بعض من يوصفون بالمرتزقة، رواية بعضهم تزعم أنهم قد غرر بهم، لكن الكثير من الليبيين الذين اكتووا بنار هؤلاء قد يشككون في هذه الرواية. جثث بعض هؤلاء المرتزقة التي لا تزال تحفظ في ثلاجات المستشفى تقدر بالعشرة تقريبا، فيما يرقد في أجنحة موازية عدد من الأشخاص الذين أصيبوا في المواجهات التي وقعت بين الكتائب الأمنية المدعومة من المرتزقة والمتظاهرين العزل. ناصر بدري، الجزيرة، مدينة البيضاء.